السلام عليكم. حصه اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم العجين ديال البيتزا. كنحتاج المقادير. عندي كيلو ديال الدقيق فورس سبيسيال، الدقيق الابيض كيلو. عندي هنا معلقه ديال زعتره، او ممكن ديروا زعتر او تعوضوه باي منسمات اللي بغيتو. عندي هنايا 15 غرام ديال الخميره الفوريه ديال العجينه. عندي هنا 150 مليلتر ديال الزيت البلديه. عندي هنا الملحه، وممكن اللي بغى يدير السكر باش تجي شويه مذهبه يدير السكر. غندوزو بطريقه. نحتاج الماء باش نجمع العجينه. الا بغيتو ديروا الحليب ممكن ديروا الحليب. الخميره غندير لها شويه ديال الماء، غنخليها ترتاح شويه. غندير الملحه هنا في الجنب باش ما نخويش عليها الملحه، باش ما نخويش عليها الخميره. نخوي الزيت البلديه. انا كنفضل الزيت البلديه على الزبده لانها كتجي واحد المذاق كيجي لذيذ. الخميره ديالنا هي لابس مزيان. نحاول نخويها هنا صافي، وغنبدا نجمع العجين ديالي. نحاول نخلطو. ها هي العجينه ديالي تجمعات. انا هاد العجينه ما تندلكهاش، غير تنجمعها مزيان وتنخليها تتخمر. كتخمر مزيان، تنغطيها ببلاستيك غذائي، كنخليها حتى تخمر مزيان. كنعاود ملي كتنفخ كنعاود نهبطها، كنعاود نغطيها ونخليها تعاود تخمر. هاهي كتجي على هذا الشكل كتشوف. كتجيش قاصحه وما كتجيش خفيفه بزاف. غندلقوها بالمدلك. دابا غندير لها شويه ديال الزيت البلديه ونخليها ترتاح. نخوي لها شويه ديال الزيت على هذا الشكل بحال هكا، غير شويه حيت اصلا هي فيها الزيت. شويه لتحت. صافي غنخليوها على هذا الشكل. غنغطيها ونخليها ترتاح. نتلاقاو من بعد ما ترتاح لنا العجينه. ها هي العجينه ديالي كيف كتشوفوا كيف ولات ضعف الحجم ديالها. طبخات بحال هكا وعاود هبطتها جمعتها وعاود عاوتاني خمرات. دابا العجينه ديالنا مزيانه. هي كنجمعوها كنحاولوا ما ندلكوها ما والو.